دولة الصومال لغت الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الإمارات، لغت جميع الاتفاقيات بما فيها الدفاع المشترك واتفاقات المواني وكل ده بدون خوف، بدون ما تقولك دي اتفاقيات دولية واتفاقيات مش عارف ايه. لأنها حست بانتهاك الأمن بتاعها والسيادة بتاعتها بسبب ان تهريب اللي هو رئيس المجلس الانتقالي اليمني جاء عبر الأراضي الصومالية أو المجال الجوي الصومالي دون استئذان الصومال، وتم إغلاق المجال الجوي الصومالي في وجه الإمارات. يعني دوت بيدل على ان الدولة حريصة على امنها، حريصة على سيادتها. ما فيش بقى يعني لا ما نقدرش نلغي، ما نقدرش نعمل. مع ان طبعا معروف ان الصومال وضعها ازاي. يعني هو احنا كنا نعرف عن الصومال يعني من فترة، طبعا هي وضعها اتحسن كتير جدا. كنا بنجد ان في المجاعات وحاجات زي كده، وكانت يعني الدولة بتحاول تقف على رجلها، وهي دلوقتي طبعا احسن بكتير. فما قالتش لا عشان الفلوس اللي بتدفعها الامارات، ولا لا عشان الامارات حاولت ان هم يفتحوا المجال الجوي ليها ولكنها رفضت. وبرضه ده كان بسبب ان هي بتدعم صومالي لاند اللي هي يعني ما فيش دولة معترفة بيها غير إسرائيل وعدد قليل جدا، يعني أو يعني هو دولتين ثلاثة المعترفين بيها، لأن ديت بتمس سيادة الصومال. فالصومال انتفضت لسيادتها، انتفضت لحقها. نيجي بقى نشوف احنا لما نقول اللاجئين بيهددوا الامن القومي المصري، يقول لك اصل الاتفاقيات ما نقدرش نلغيها. الاتفاقيات بتتلغي يا فندم، بتتلغي عادي لما تكون بتمس الامن القومي، لما يكون الناس الشعب رافضها بتتلغي عادي، يعني ما فيهاش مشكلة. ولا ايه يعني؟ ولا هي الصومال احسن مننا، ولا اقوى مننا، ولا تملك سيادتها وقرارها احسن مننا؟ يعني مش عايزين نقول كلام طبعا احنا ما نقدرش نقوله كده، لان بلدنا قوية وبلدنا بلد محترمة وليها سيادتها، ولازم ان الشعب كمان يقول كلمته.